اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. صور رائعة نشاهدها من ملعب البيت، واللي جاهز بأفضل صورة ممكنة لاستقبال هذه المباراة المرتقبة. محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. ولدينا اليوم مباراة مرتقبة في إطار الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم، منتخب الأرجنتين ضد منتخب فرنسا. الآن تبقى 16 فريق في المسابقة، وستبدأ أدوار خروج المغلوب واللي تلعب بحسابات خاصة. بعد هذه المباريات سيكون لدينا 8 فرق في المسابقة. دعونا نعرف من سيكونون. والآن تنطلق المباراة، وركلة البداية هنا مع المنتخب الأرجنتيني. والآن مع التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي سيبدأ مع دي ماريا في مركزي الأجنحة، وفي الأمام يلعب لوتارو مارتينيز. هذه تشكيلة المنتخب الفرنسي على الشاشة. هيوغو لوريس يشغل مركز حراسة المرمى. هذه كرة هدف الآن. كانت قريبة من المرمى، انفراد صريح بحارس المرمى، لعبها في اللقطة الماضية لكن الكرة مرت، الكرة راحت والفرصة بتضيع. تتكلم عن قيمة وإمكانيات اللاعب أنخيل دي ماريا في هذه المباراة. تتكلم عن إمكانيات كبيرة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن الموهبة الواضحة للجميع، تتكلم عن القدرة على صناعة الفارق. في تصدي رائع من حارس المرمى، ينقذ مرماه من هدف محقق من مسافة قريبة. أظهر مهارة غير عادية في الحراسة في هذه اللقطة. ركنية تتنفذ والحارس بكل شجاعة يبعد الخطورة. أضاعوا الكرة. جريزمان يتقدم بالكرة. امبابي بيرسلها. انقاذ رائع للتسديدة. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. يتحول مسارها والحكمة تمنح ركلة ركنية. مستحيل، خلص الدفاع، هدف محقق بيضيع في هذه الكرة. ضاعت فرصة التقدم في النتيجة. العارضة تتدخل، حارس المرمى السعيد بأن المساندة تأتي، بأنه ليس لوحده في هذه اللقطة. تدخل بشكل خاطئ، فاول في اللقطة، ممكن نشوف فيها انذار. بطاقة صفراء على المنتخب الأرجنتيني. شوف التدخل الغير شرعي اللي في اللقطة الماضية. تنفيذ جيد للضغط العالي. كرة طويلة في العمق، الحارس يخرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. ثيو هرنانديز، عرضية إلى جيرو.
تحسم الأمور وتنتهي الخطورة هنا. تدخل وإبعاد للكرة. المساندة تأتي من الزملاء. أنخيل دي ماريا. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات. ولا مع ديبول، تصل لدي ماريا. كرة عرضية ضعيفة مقطوعة من الدفاع مباشرة. رمية تماس من نصيب الأرجنتين. دي ماريا ينطلق الآن نحو العمق في توقيت مثالي. انظر إلى هذا التدخل. ليونيل ميسي. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. ينطلق بالكرة الخطيرة. تصدي ممتاز من حارس المرمى، يدافع عن المرمى بكل قوة. الله على هذه الإمكانيات. يرسل الكرة لوسط المنطقة. كرة سهلة تصل لحارس المرمى. مبابي لوك بدون مشاكل. وتصويبة قوية. راية مرفوعة وتسلل قريب جدا. لياندرو باريدس. ابداع في الكرة البينية. يأتي التدخل المثالي هنا لإنهاء الخطورة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. لوسيلسو. حلو التدخل واعتراض الكرة. مبابي فرصة والمساحة موجودة. كانت فرصة هدف لكن حارس المرمى يمنع الكرة من الدخول. ردة فعل سريعة في اللقطة. كرة بين يدي حارس المرمى. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. وينتهي الآن الشوط الأول من المباراة منتخب فرنسا يعلن عن بداية شوط المباراة الثاني. لوسيلسو ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. ممكن التقدم في هذه اللحظات. اوهو هدف الافتتاح. التقدم ياتي. الشباك تتحرك. نشوف الهدف من جديد. بينية ترسل بشكل خطير ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. عرضية يقطع الخصم. يفضل أن يرسل كرة قصيرة. جوفاني لوسيلسو. انهاء الكرة مكان مثالي. الحارس تواجد في المكان المناسب. امسك بالكرة بدون صعوبة. هذا التصدي سهل جدا من حارس المرمى. يحصل على المساندة في هذه اللحظات. ميسي وفرصة هدف الآن. راح لوريس في التصدي. فرصة الآن للكرة مرتدة. كرة ممتازة في المساحة.
مندي، تألق كبير من حارس المرمى. يتقدم بعزيمة وإصرار، يتوغل في مناطق الفريق الآخر. كرة تذهب سهلة لحارس المرمى، كان بالإمكان أفضل من مكان. اللمسة الأخيرة ما كانت مثالية ولم تكن فيها بالتأكيد الحلول المطلوبة. ليونيل ميسي، جوفاني لو سيلسو، فرصة للتسجيل. كرة في المرمى لكن حكمت اللقاء تشير إلى تسلل واضح وقرار سهل اتخاذه هنا، وطبيعي لم يكن هناك أي امتعاض. بول بوجبا، الكرة تصل لثيو هيرنانديز، يبحثون عن التعادل ولكن بدون استعجال في الهجوم. كرة للتعادل، الله، كرة بتكسر العارضة. الفريق بذل مجهودا كبيرا في اللقطة الأخيرة، العارضة تدخلت، توفيق وعدم توفيق، هذه الجزئيات تصنع الفارق في لوتارو مارتينيز، مرت قوية بالكاد أعلى العارضة. تغيير هنا في صفوف المنتخب الأرجنتيني، يفقدها ثيو هيرنانديز الآن. مونتيل، ضاعت الكرة من فرنسا مرة أخرى. يتوغل امبابي الآن في المساحة على الأطراف. كيليان امبابي، يا رب، هدف من نصيب فرنسا. الله على كرة تحرك الشباك. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ثم وصلت بعد ذلك إلى امبابي قريبة من المرمى ليضع الكرة بكل سهولة. هدف في منتهى الجمال. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. لو سيلسو، أنخيل دي ماريا، لوتارو داخل المنطقة، كرة سهلة تصل للوريس. امبابي، أداء مميز الآن من جانب المنتخب الفرنسي، واللي واضح أنه يحاول. العارضة بتخلصها، تصدي لم يبعد الخطورة بشكل كامل. مستحيل، كرة التقدم في آخر اللحظات، كرة لا يمكن بعدها للخصم أن يعود. هستيريا، جنون في الملعب. الله على هذا السيناريو. نشوف الهدف مرة أخرى. حقيقة هنا ما تقدر تلوم حارس المرمى، بذل مجهود، حاول، أنقذ الكرة في المرة الأولى، لكن كانت المتابعة حاضرة وبالتالي الكرة في الشباك. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة. أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات. ليونيل ميسي ينجح في المرور في اللقطة الماضية، لكنه يعود مرة أخرى، ينجح هذه المرة في استخلاص الكرة. أوه، ضاعت الفرصة، تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. أوليفيه جيرو، قد نشاهد هجمة مرتدة خطيرة الآن، نظرة ممتازة للملعب. دي ماريا، الله على التدخل، روعة اللقطة. الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة. امبابي والانطلاقة في المساحة على الطرف.
يمضي سريع. صافرة نهاية المباراة تنطلق الآن وتعلن عن تأهل المنتخب الفرنسي للدور القادم. أداء جيد ومواجهة كانت صعبة والتنافس كان واضح والنتيجة كانت قريبة. هذا اللي جعل الأمور ممتعة حتى الصافرة النهائية وتأهل الطرف الأفضل. لعب مباراة بشكل جيد بصراحة وظهر فيها بشكل لافت وقدر يساعد فريقه على تحقيق الفوز. ليس من السهل الظهور في الأوقات الحاسمة، هذه صفات للشخصيات الكبيرة صاحبة الأثر على النتيجة، وهو ما حدث اليوم بتسجيل هدف الفوز.